حوار قوي جدا لتحية كاريوكا انتهى بجملة قالتها: انتوا قلتولي بلاش اقل ادبي وانا بقى مش عايزة اقل ادبي. لو اول مرة تشوفوا قناتي اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا. في حوار للرائعة تحية كاريوكا مع هالة سرحان، وكان بتواجد الراقصة فيفي عبده والراقصة نجوى فؤاد. ومن المعروف عن تحية كاريوكا إنها كل الفلوس اللي كانت معاها ما كانتش ليها، كانت بتصرف على أولاد إخواتها وتربيهم أحسن تربية، وكمان على الفقراء والمساكين والمحتاجين. المذيعة هالة سرحان سألتها وقالت لها: الفلوس بالنسبة لك يا أستاذة تحية بتعني إيه؟ قالت لها: ولا حاجة. لدرجة إن سليمان نجيب قال لو تحية كاريوكا اتحبست في أوضة ما فيهاش أي حاجة ولا بيبان ولا شبابيك وكله مقفل ومعاها 2000 جنيه، من كتر غيظها هتروح واكلة ال2000 جنيه. إن الفلوس بالنسبة لتحية كاريوكا ملهاش أي اعتبار عندها. وقالت لهم تحية كاريوكا مبدئي ان الفلوس بتيجي عشان تتصرف. طبعا هالة سرحان قالت لها: بس يا مدام تحية انت تنصحي فيفي عبده كمبتدئة بايه؟ انها تحافظ على الفلوس وتكنز يعني قرشين، ولا انها تصرف على الانتاج وهتصرف على كل حاجة حباها؟ بس نصيحة تحية كاريوكا زي ما انتوا شايفين حياتها كده، ان اللي يجي في الريش بقشيش وكل اللي يجي لازم يتصرف، وهي كان فعلا كده. برغم الفلوس اللي كانت بتجيلها بشكل رهيب جدا، إلا إنها كانت بتصرفها ودايما في الخير. وبتحكي تحية كاريوكا إن في مرة من المرات وهم بيمثلوا فيلم الفتوة، خلصوا الفيلم وكان أول أيام عيد الأضحى المبارك، واتفقت هي وممثلين إن يجيبوا عجل، والعجل ساعتها كان ب10 جنيه. وقبل ما يمشوا كان في 10 عجول بيتذبحوا، وكلهم راحوا لكل واحد محتاجهم، ولكل الناس اللي محتاجة، الريجيسير والفنانين اللي لسه يعني مبتدئين، وناس كتيرة جدا تعبانة أو ظروفها على قدها. بتكمل تحية كاريوكا وبتقول إن في نفس اليوم ده روحنا أنا والممثلين زمايلي وجبنا طعمية سخنة وقعدنا كلنا. ولما تدخلت فيفي عبده وهالة سرحان وقالوا لها: بس كان لازم تشيلي قرش، قالت لهم: واشيل قرش ليه؟ ما أنا لما بتعب بلاقي مليون حد بيدعيلي ومليون حد حواليا بسبب الفلوس اللي أنا بصرفها دي. يعني الفلوس اللي بتتصرف في الخير بتيجي برضو بالخير وبحب الناس. طبعا فيفي عبده قالت لها: ده حب الناس يا ماما اللي ملوش تقدير بالفلوس ابدا. وكانت فيفي عبده بتنادي الفنانة تحية كاريوكا بماما، وكانت بتعتبرها فعلا ام ليها، لأن تحية كاريوكا ست عظيمة بمعنى الكلمة، وكل اللي عاشرها قال الكلام ده. كملت تحية كاريوكا كلامها وقالت: يعني أنا لو بزعل على الفلوس مش كنت زعلت على ال5 مليون جنيه اللي لسه ضايعين مني؟ راحت طبعا المذيعة قالت لها: 5 مليون جنيه راحوا فين؟ طبعا تحية كاريوكا سكتت وقالت: انتوا قلتولي ما تقليش ادبك، وانا بقى ملتزمه الادب ومش هحكي راحوا فين، بس من الواضح كده ان الفلوس دي راحت مع رجال اعمال كبار جدا. وقالت تحية كاريوكا ان كفايه المرض اللي عمال يجي لهم، لكن انا الحمد لله شويه وجع في رجلي نتيجه وزني الزايد، وان وزني بقى تقيل على رجلي شويه. نجوى فؤاد قالت لها: اللي اعرفه يا استاذه تحيه ان انت كنت بتتجمعي انت وبقيه الممثلين في قهوه كده يعني في السيده زينب، وتعرفوا مين اللي اشتغل ومين اللي ما اشتغلش، واللي اشتغل يدي اللي ما اشتغلش. يا سلام عليها تحية كاريوكا وعلى جدعنتها وجمالها، وصدق اللي قال عليها ست بس ب100 راجل. أما لو وصلتوا معايا لحد هنا وعجبكم الفيديو فما تنسوش اللايك والاشتراك، وقولي رأيكم في الحكاية دي ايه وفي أخلاق تحية كاريوكا. أسيبكم على خير وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.